بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي نجم الزمالك في كل مكان، عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم، وحلقة على صفيح ساخن بمعنى الكلمة هنتابع فيها جنون عدلي القيعي، ويعني تصريح ناري من عدلي القيعي. كمان خليني أقول لك على مفاجأة مضوية في الأهلي ورحيل خوسيه ريفيرو، كمان مفاجأة بديل يانيك فيريرا في نادي الزمالك، وحامد حمدان زملكاوي رسميا، ومصطفى محمد في الاهلي، وايه التفاصيل. ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده، وهبدأ معاك من عند عدلي القيعي. يعني منذ تقريبا ساعة او ساعة ونص الكابتن عدلي القيعي احد المذيعين التاريخيين في قناة الاهلي، الراجل اتكلم وقال لك على موضوع ان الاهلي بيفوض مورينيو. هو الموضوع صحيح، الاهلي تفاوض مع مورينيو، ولكن الراجل مورينيو طلع في مؤتمر صحفي واكد ان الاهلي تفاوض معاه، ولكن الراجل ما نظرش اصلا للموضوع. عدلي القيعي قال لك مورينيو بحاجة شديدة للأهلي أكتر ما الأهلي بحاجة لمورينيو. يعني مش قادر أضحك، مش قادر أمسك نفسي من الضحك أصلا. أكتر ما الأهلي بحاجة إلى الراجل. الراجل شطب كورة ما عندهوش حاجة يقدمها للفريق اللي هيمسكه مرة أخرى. يعني إزاي يا كابتن عدلي؟ إزاي دلوقتي إن جوزيه مورينيو واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، إن ما كانش أفضلهم طبعا، وتاريخ كبير مع تشيلسي، ريال مدريد، برشلونة، واكتر من نادي، او حتى مع في الدوري الايطالي مع روما واكتر من نادي يعني. والراجل مرشح حاليا انه يمسك بدلا من نونو سانتو في نوتنغهام فورست. فانت ازاي بتتكلم على قيمة كبيرة؟ يعني مش عارف اوصف لك قدر مدرب الاهلي ازاي. انت بتروح اوروبا في السوق الاوروبي، المدربين كاهلي او زمالك او بيراميدز او اي نادي افريقي بتدور على، يعني بص، من 50 ل 30% من المستوى الذهني عند المدربين الأوروبيين. يعني بتروح فين؟ بتروح ألمانيا، المدربين اللي هم الدرجة التانية، بتروح إسبانيا، بتروح بلجيكا، هولندا، البرتغال، وأكترهم البرتغال طبعا لأنها مدربين بتبقى كويسة في الدوري المصري. ولكن ما تجيش تقارني دلوقتي مورينيو بالأهلي. فخلي عندك شوية ايه، شوية احساس بالموقف، شوية احساس بالموقف شوية. خلينا اتكلم معاك على ذكر الاهلي برضو، وان يعني مفاجأة مدوية في الاهلي. واحد بيقول لك، او كل الاهلاويه بيقول لك الزمالك جاب فلوس منين. انا هرد عليكم بحاجتين مهمين: عقد كولر اللي كلنا عارفينه، تاني حاجة خوسيه ريفيرو. السبع مباريات اللي لعبهم الاهلي تحت قيادة خوسيه ريفيرو فنيا كلفوا الاهلي في المباراة الواحدة 68 ألف أخطر، 68 ألف دولار، 68 ألف دولار في المباراة الواحدة، في المباراة الواحدة. خليني أقول لك كمان، غير الشهرية بتاعت الراجل وجهازه الفني. يعني أنت كده دافع في 7 مباريات، بتتكلم على كل مباراة 68 ألف دولار. بتتكلم كمان إن الراجل قضى معاك حوالي شهرين أو شهرين، إلا شهرين ناقصين يعني. بتتكلم على الراجل 150 ألف دولار. فأنت كده يا باشا معدي ال 500 500 ألف دولار في حوالي شهرين، في حوالي دولة. لا خلي بالك يعني 300 ألف دولار الراجل وجهازه الفني في الشهرين. بتتكلم كمان ان 7 مباريات، قول المباراة الواحدة ب70 ألف دولار. فانت كده يا باشا دخل على مليون وشوية، او مليون الا شوية دولار. فانت رقم خيالي. وبيقول لك الزمالك جاب فلوس منين. طب انا دلوقتي اوجه لك السؤال: انت جبت الفلوس منين حضرتك؟ جبت فلوس منين؟ في شهرين هتدفع مليون الا دولار، ده غير عقد كولر اللي انت دافعه ما كملت الشهر، اللي انت دافعه ما كملت الشهر. ولا دولة تحاسب، ولا رقابة مالية، ولا اي حاجة. انت ماسك لي في الراجل الغلبان ده، في الراجل الغلبان، وسايب لي الناحية التانية الحمراء، وسايب لي الناحية التانية الحمراء بتتصرف في الاموال، بتهدر مال عام، ومحدش بيتكلم. زي ما بقول لك، ولا شعب يهم ولا حكومة تلم. على رأي المثل، احنا بنضرب امثال. خليني اقول لك مفاجأة في بديل خوسيه ريفيرو، او بديل فيريرا مع نادي الزمالك. في حالة إقالة يانيك فيريرا مع نادي الزمالك، الخبر اللي كنت قلته لك بالصبح، إن هيمسك الكابتن طارق مصطفى شهر واحد، شهر واحد، والشهر اللي بعده على طول هيتم الإعلان عن التعاقد مع مدرب تونسي كبير فنيا وتاريخيا وكل حاجة، مدرب عالمي
مش نبيل الكوكي بتاع النادي المصري يا جماعه، مش نبيل الكوكي، ولكن مدرب بيدرب حاليا في الدوريات الافريقيه، ولكن مش هنقدر نقول اسم الراجل، مش هنقدر نقول اسم الراجل. مدرب يعني دبابه، مدرب علامه في التدريب. فانت تقدر يعني تضمن بيه مستقبل نادي الزمالك لثلاث او اربع سنين فنيا. فده بالنسبه لبديل يانيك فيريرا. برضو عندي استفهام ان الزمالك مرضيش يعني حال اقامه، يعني الخبر ده بيقول لك ان الزمالك بعد ما يتقل فيريرا هيمسك طارق مصطفى شويه، وبعد كده هيمسك الراجل التونسي. عندي علامه استفهام كبيره قوي ان الزمالك ما يتمش الاعلان عن المدرب التونسي على طول، المدرب التونسي على طول. ولكن ده هنشوفه خلال حلقه الصبح باذن الله، استنونا. كمان خليني اقول لك رسميا، حامد حمدان زملكاوي. يعني نادي الزمالك خلص كل حاجة في آخر الجلسات منذ أسبوعين تقريبا مع إدارة بتروجيت، والراجل خلاص نزل بيان واعتذار رسمي للمسؤولين في بتروجيت، وخلاص الراجل خلص كل حاجة مع نادي الزمالك. ويعني جون إدوارد أنهى كافة التفاصيل مع الراجل. مصطفى محمد أهلاوي. سمعت من أكتر من واحد أهلاوي أو أكتر من مصدر أهلاوي كنت يعني بتواصل معاهم، بيقول لك إن مصطفى محمد وقع رسميا في النادي الأهلي وهيجي في يناير. ده في ظل إن مصطفى محمد متألق بشكل ملفت للأنظار مع فريقه نانت الفرنسي. معرفش المعلومة دي إذا كانت صحيحة أو المعلومة دي كانت خاطئة، هتأكد وأبقى أطلع أرد. ولكن المعلومة دي لو صحيحة، تبقى مجلس حسين لبيب ده ما يقعدش ثانية على الكرسي. ليه يا باشا؟ لأن أنت في عهدك أخد منك زيزو، مرة أخرى أخد منك زيزو، وبيجي ياخد مصطفى محمد. واحد يقول لي العيب مش على مجلس الإدارة في صفقة مصطفى محمد. لا يا باشا، انت ممدوح عباس قال لمصطفى محمد ادي لك اللي انت عايزه وتعالى الزمالك، ومجلس الاداره هو اللي رفض. ليه؟ عشان المرتب الشهري لله، عشان المرتب الشهري لله. فايه يبقى الغلط على مين؟ مجلس الاداره. شكرا لكم في النهايه، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.